قالت في واحد من البوست على الفيسبوك: ألفة يوسف نموذج لصنف من النخبة، ولا أقصد كل النخبة، المريضة بنرجسيتها وتورمها الذاتي، والتي نكبت بها تونس وابتليت شر البلاء. كانت إلى وقت قريب تسامر وتحاضر في مجلس رعاية الثقافة والإبداع الماجدة ليلى بن علي، تفتح في وجهها كل المنابر الإعلامية والثقافية على مصراعيها، وتنصب كرها على رأس مكتبتنا الوطنية قبل أن تجتاحها صرخات ديجاج بعد أن اجتثت ولية نعمتها من قصر قرطاج إلى آخره. ما جاوبتش على البوست هذايا، من عوايدك انك تجاوب، ثم حوار بينك وبينها على الفيسبوك. البوست هذايا بالذات ما جاوبتش عليه، علاش؟ مش البوست هذا، هي كتبت كم انتم كل عام وانتم بائسون يائسون. انا جاوبت بسرعه، فهي عاودت كتبت هذا. اولا ما حبيتش ندخل معها في سجال لانه لا يؤدي الى شيء. ثانيا علاش قلت انا علاش تكرهنا وقلت هكا فيها شويه سخريه، لانه المراه هذه ما نحبش نتكلم بالمنطق نتاعهم هما، اما احيانا مساج خاطب القوم بما يفهمون. ايتها المراه المتحجبه التي تدعي الالتزام بدينها، الا تستحين من ان تكذبي؟ الا تستحين من ان تقذفي؟ الا تستحين من ان تثلبي؟ تقرا 3-4 صفحات كذب نتاع النهضه في الفيسبوك على علاقه وهميه بيني وبين ليلى بن علي اللي ريتها مره واحده في حياتي وقت اللي عملت محاضره في قصر قرطاج، نعتز بها لليوم المحاضره هذيك، وكان يلزم نعاودها على خاطر الكلام اللي فيها كل مقتنع به على المراه بين الديمقراطيه وقيم الجمهوريه. المراه هذه ريتها مره واحده، وليت في صفحات الفيسبوك صاحبتها ونسامر فيها ونكتب لها في خطبها الى اخره. الناس اللي يعرفوني القرب مني يعرفوني ما نخافش. لو كان كنت صحاب انا وليلى بن علي راني اليوم صحاب واليوم نضرب عليها بالبونيه، انا ما نخليش صحابي، لكن المراه هذه ما نعرفهاش. فانت يا بنت الشيخ يلي جاي تعلم فينا في الاسلام، احنا التوانسه اللي ما هربناش من بلادنا وقعدنا فيها ونقعدوا فيها لو كان نموتوا فيها، تجي تكذب عليا في حكايه كيف هكا، وتزيد تكذب وتقول اللي انا خرجت من المكتبه الوطنيه بديجاج في حين اصحابي في المكتبه الوطنيه والتاريخ يعرفوا، تجموا تكلموا الناس كل هذه جديده الحكايه ما عندهاش حتى عامين، اللي انا خرجت من المكتبه الوطنيه استقلت لا ديجاج، وبالعكس علاقاتي طيبه مع الناس اللي فيها الكل. بارك الله فيك اللي قلت عليه نخبه، انا ما قلتش لا نخبه، لا أدعي شيئا، أنا مواطنة في البلاد هذه، فقط أتألم كيف الناس اللي من المفروض أن يمثلوا السلطة الروحانية في البلاد يكون مستوى الأخلاق نتاعهم أقل مما يمكن أن تصفه اللغة. هذاك علاش ما جاوبتش، على خاطر زايد باش تدخل في مهاترات مع شخص لا يتوفر فيه أدنى ما يمكن من أخلاق التعامل البشري، فضلا عن أن يكون مدعيا أنه ينتمي